السلام عليكم. في السيشن دي هنتكلم على موضوع مهم في النتوركينج اسمه OSI موديل. الموضوع ده بكل تفاصيله بيمثل تقريبا عالم النتوركينج كله على بعضه. فعالم النتوركينج ده فيه مواضيع وأسامي لازم نكون عارفينها وفاهمينها ايه اللي بيحصل فيها بالظبط، لكن من فوق بدون ما ننزل لتفاصيل كتير. في الفيديو ده كما يقال هنعمل سكراتش للسيرفيس بتاع النتوركينج. وقبل ما نتكلم لازم نوضح الفيديو ده موجه لمين. الفيديو ده موجه في الاساس للناس اللي هيشتغلوا في صناعه السوفت وير. اي حد هيشتغل في صناعه السوفت وير سواء كان سوفت وير انجينير او ديف اوبس انجينير او حتى كواليتي كنترول، فمحتاج يكون فاهم ايه اللي بيحصل في عالم النتوركينج ده من فوق. تعالوا نبدا كده الكلام. انا كنت عامل اكتر من رود ماب لاكتر من تخصص في صناعه السوفت وير، وكان في دايما مواضيع على جنب كده كنت مسميها ريدنج ليست. ريدنج ليست قلنا دي مواضيع للاطلاع، وكان المقصود بالريدنج اللي هو القراءه او مشاهده. فجزء من المواضيع دي هبدا اعمل لها دروس وهتبقى تحت مسمى تك واتش ليست. طيب السؤال اللي احنا هنعرف اجابته هو ايه اللي بيحصل عشان جهازين يكلموا بعض. المنطقه اللي في النص دي ده طبعا شكل جرافيك تخيلي للمنطقه بتاعه الكونكشن دي. زي ما انت شايف هي مجموعه اجهزه على مجموعه انوار على مجموعه كابلات. هي موصوف بيها ان في شويه اجهزه وشويه بروتوكولز وشويه كابلات فعلا في الموضوع عشان اقدر اكونكت الجهازين دول مع بعض. طيب قبل ما نغوص في تفاصيلها، وهي دي محور الفيديو يعني بتاع النهارده، لكن خليني اقول لك على بعض المكونات البيزك خالص بتاعه النتورك. في طبعا مكونات اكتر من كده بكتير، بس دول البيزك اللي لازم اي بني ادم يكون عارف كل حاجه من دول اصلا بتاعه ايه. مش مهم التفاصيل زي ما قلنا، لكن على الاقل تكون عارف من فوق هي بتاعه ايه. اول حاجه عندي المودم، والمودم ده هو الوصله ما بيني وبين الانترنت. ده بدايه دخول الانترنت ليا عندي على الجهاز بتاعي. انت كمستخدم منزلي اول حاجه هتيجي في دماغك انا عندي راوتر، انا ما عنديش مودم. انا هقول لك اللي عندك ده اسمه ايه، لكن حاليا النت مش هتخش لك الا عن طريق مودم. المودم هو اللي بياخد الاشاره اللي جايه لك من الدي اس ال مثلا، بيبدا يدخلها عندك في البيت. والمودم ده اسمه اصلا بيدل على الوظيفه الاصليه بتاعته، وهي تحويل الاشاره الكهربائيه من ديجيتال الى انالوج او العكس. الجهاز اللي بعد كده اسمه راوتر، وده بوابه الشبكه، ده بوابه النتورك اللي عندك بقى جوه البيت او جوه الشركه ايا كان. طيب ده ممكن يجيله بيانات ما تخصكش، فده بيقوم برفضها. لو حصل يعني ان جاله بيانات ما تخصكش فبيقوم برفضها. لو جات بيانات تخصك فبيبدا ان هو يدخلها عندك. فدي وظيفته انه يستقبل الداتا بقى خلاص بعد ما بقت ديجيتال، يستقبلها ويشوف اذا كانت هيدخلها عنده النتورك ولا لا فقط. ودي اشكال مختلفه للراوتر. طيب جهاز تاني وهو اسمه هب، وده بقى استخدامه نادر جدا اليومين دول، وده بيكون شبكه داخليه بين مجموعه اجهزه. لكن هو كان بيعمل حاجه مش لطيفه، ان هو كان لما بيجي له اشاره من الراوتر كان بيوزعها على كل الاجهزه اللي موجوده عنده في النتورك. والجهاز لما بيجي يستلم الاشاره اللي جايه له دي، فلو هي بتاعته فبيبدا يدخلها ويعمل لها اناليسيز ويشوف هيشتغل بيها ازاي، لو مش بتاعته برضه بيرفضها. فالهب من عيوبه انه كان اي ترافيك جاي بيبعته لكل الاجهزه سواء يخصه او ما يخصهوش، ودي وظيفته، هو ما بيعملش غير كده. طيب الجهاز اللي بعد كده اسمه سويتش، وده نقدر نقول عليه انه هب لكن ذكي شويه. بيستقبل الاشاره ويبعتها فقط للكمبيوتر اللي المفروض يستقبل الاشاره دي، ما بيبعتهاش لكل الاجهزه زي الهب. بيعمل الكلام ده ازاي؟ والله كل جهاز وليه حاجه اسمها فيزيكال ادرس هنتعرف عليه دلوقتي. فيزيكال ادرس ده هو بيسجله عنده في تيبل، الفيزيكال ادرس الفلاني كونكتد معايا مع انهي بورت من دول، فبيبدا يبعت الترافيك على البورت دي على طول. سويتش ده زي ما انت شايف كده هو دنيا كبيره وفي احجام وانواع وحاجات كتير قوي. النتورك انترفيس كارد ده الكارت اللي لازم يكون موجود عندك في الكمبيوتر عشان يقدر يتوصل بشبكه، من غيره انت مش هتعرف تكونكت على اي حاجه. الشكل ده التقليدي، الكارت اللي بيركب في اي بي سي. انت النهارده عندك لابتوب، فعندك نوع من انواع الكروت دي ممكن يكون شكل مختلف. حتى لو اللابتوب ما فيهوش وصله كابل نتورك، فهو في الاخر جواه كارت نتورك لكنه واي فاي. طيب الريبيتر ده جهاز برضو من الاجهزه المهمه، وان كان ممكن يكون برضو استخدامه قليل في البيوت. الريبيتر بيقوي اشاره الكابل بتاع النتورك قبل ما تضعف. كابلات النتورك ليها مواصفات مختلفه، لو جيت تشتري كابل النتورك هتلاقي فيه حاجه اسمها كات 5، كات 5 اي، كات 6، وحاليا في كات 7. كل كابل من دول ليه مواصفات. من ضمن المواصفات دي الاشاره تقدر ماشيه في الكابل كام متر لغايه لما تبدا انها تضعف او تبدا تضيع. فلو احنا عندنا اجهزه ابعد من المواصفات القياسيه بتاعه الكيبل، فانا لازم احط حاجه اسمها ريبيتر وبعدين ازود كيبل كمان. الريبيتر ده بيبدا الاشاره من جديد كانها لسه طالعه من المنطقه اللي هو مستلمها فيها. نيجي بقى للنجم اللي عندك في البيت اللي احنا بنقول عليه هوم راوتر. هوم راوتر ده الحقيقه هو مش راوتر، او مش راوتر فقط، هو مالتي فانكشنال ديفايس. هو ديفايس بيقوم بوظائف متعدده، وهو بالظبط مودم وراوتر وسويتش في جهاز واحد. نرجع تاني للوحش بتاعنا بتاع النتوركس اللي بيكونكت الحاجات دي ببعضها. الوحش ده ليه ستاندرد،
الاو اس اي اللي هو الاوبن سيستمز انتركونكشن ده ليه انترناشونال ستاندرد. هدف الستاندرد ده ان كل مصنعين اجهزه النتورك وكل المبرمجين اللي بيبرمجوا حاجه ليها علاقه بالنتوركس يكونوا بيشتغلوا تحت ستاندرد واحد، لان لو كل واحد اشتغل مع نفسه، كل واحد اخترع طريقه التوصيل بتاعته او السوفت وير بتاعه، هنوصل لحلقه ان الدنيا مش هتعرف تكونكت مع بعض. عشان اي جهاز يقدر يتحط يخش اي نتورك ويشتغل، لازم اي شركه بتصنع اي كارت نتورك تكون بتشتغل وفقا للستاندردز، عشان اي اوبريتنج سيستم لما تيجي تتعامل معاه يقدر يدخلك على فعلا على الانترنت او على نتورك، فهو لازم برضو يكون عنده سوفت وير عباره عن ستاندرد الناس كلها بتشتغل بيه. الستاندرد ده موجود في كل جهاز، دي مش حاجه موجوده في النص فقط بيننا وبين بعض، لا دي حاجه عندك. الاو اس اي شغال في الجهاز بتاعك، شغال في الموبايل بتاعك، شغال في اي سيرفر، شغال في اي حاجه. الاو اس اي ده مش حته في النص بيننا وبين بعض، لا ده عند كل واحد فينا. طيب لو افترضنا ان انا عندي جهاز المنزلي بتاعه اهو، وانا عايز اتواصل مع سيرفر عن طريق النت، الكلاود دي بتبقى اشاره لي انها انترنت. طبعا انا متوصل بكيبل بالراوتر المنزلي بتاعي وداخل على الانترنت، والسيرفر برضو متوصل بالانترنت عن طريق اجهزه هي ممكن تكون وظيفتها مشابهه للجهاز اللي عندي في البيت، لكن هي اجهزه اكبر شويه عشان تستحمل ضغط اكتر شويه. انما عادي ممكن في بعض السيرفرز تتعمل باجهزه شبه اللي في البيت عادي، مفيش مشاكل، بس مش ده الطبيعي. طيب خلينا بقى نشيل الشكل العجيب ده ونبدا نحط كلام مفهوم. الاو اس اي موديل فيه 7 طبقات، 7 لايرز. هي لوجيكال لايرز. يعني ايه لوجيكال لايرز؟ يعني هي مش اماكن موجوده فيزيكالي وانا بشتغل فيها، لا هي لوجيكال لتنظيم طبيعه عمل السوفت وير والهاردوير اللي هيشارك في النتوركينج. اللايرز دي زي ما اتفقنا هي موجوده في كل جهاز، اي جهاز متوصل بنتورك فهو لازم يكون في اللايرز دي. في بعض الاجهزه الوسيطه زي بعض الراوترز اللي موجوده على الانترنت مش محتاجه كل اللايرز دي، ممكن انها بتكتفي فقط مثلا انها عندها لاير 1 ولاير 2. في اجهزه تانية بتكتفي لغايه 3، في اجهزه ثالثه بتكتفي لغايه 4، على حسب طبيعه ونوع الجهاز. بس احنا مش عايزين ندخل في الاكسبشنز والتفاصيل، لان زي ما قلت لك ده مجال النتوركينج، واحنا مش هنتكلم على مجال النتوركينج، احنا هنتكلم على السيرفس بتاعته مش اكتر. طيب زي ما انت شايف الاسامي بتاعت اللايرز، اوكي انا مش هقولهم بس زي ما انت شايفهم كده، ممكن نزود عليهم كلمه فانكشنز. اللوجيكال لاير ده مقصود بيه مجموعه من الفانكشنز، مجموعه من الوظائف. جهاز ايه بقى اللي بيعمل الوظائف دي؟ هو مش فارق معاه، اهم حاجه الجهاز يعملها بالستاندردز، بالاصول المتفق عليها. الفانكشن دي ممكن تكون سوفت وير، حاجه نازله عندك على الجهاز بتاعك، او تكون هاردوير، او يكون فيرموير، حاجه زي الكارت النتورك مثلا عليه تشيبس سودا كده، دي بيبقى فيها حاجه اسمها فيرموير. سوفت وير عشان يتعامل مع بروتوكولز معينه في الكارت ذات نفسه، فده بيتقال عليه فيرموير. اكد برضو على معلومه ان ممكن قطعه هاردوير تكون بتعمل وظائف لايرز مختلفه، مش هي موجوده في لاير واحد فقط وما ينفعش تشتغل في لاير تاني، لا عادي جدا قطعه هاردوير يكون فيها بروتوكولز خاصه بالداتا لينك، وبروتوكولز خاصه بالفيزيكال، او حاجه خاصه بالابلكيشن، حاجه خاصه بالبرزنتيشن مع بعض، السيشن والترانسبورت يكونوا مع بعض في سوفت وير واحد. كل ده عادي جدا، اهم حاجه نكون فاهمين الوظيفه دي بتاعت انهي لاير. طيب تعالى بقى نخش في المفيد. طيب احنا هناخد مثال، لما انت بتفتح انترنت براوزر وتكتب موقع وتدوس انتر، من بعد ما تدوس انتر المفروض انت بتوقع ان الريكوست بتاعك ده او طلبك للموقع ده بيروح لمكان ما وبيدور لك على الموقع ويجيبه لك. الكلام ده عشان يحصل لازم الريكوست بتاعك يعدي على ال7 لايرز دي كلها، وهيعدي عندك على ال7 لايرز، وبعدين ما يعرف يوصل اصلا للسيرفر اللي عليه الموقع بيعدي برضه على ال7 لايرز دي بالعكس. والموقع ذات نفسه هوستد على ويب سيرفر، الويب سيرفر ده يبدا يجيب لك الفايل اللي هو ال HTML بتاع الموقع ويرجعه تاني على ال7 لايرز ويتبعت لي على الانترنت، وبعدين يرجع لك تاني في ال7 لايرز بتوعك لغايه لما البراوزر يلقطه ويروح عارض لك ال HTML. اول خطوه ان انت بتفتح طبعا البراوزر وتستعمل بروتوكولز زي HTTP او HTTPS. البروتوكولز دي تحديدا هي دي الابلكيشن لاير. الابلكيشن هنا مش مقصود بيه الجي او اي اللي انت بتستخدمه، المقصود بيه البروتوكولز. وكمعلومه كده انت ممكن تعمل HTTP ريكوست من غير انترنت براوزر. الموضوع مش عملي بس الكابابيلتي موجوده. هنفترض ان احنا هنشتغل ب HTTPS. HTTP كبروتوكول هو فيه حاجات كتير قوي، من ضمنها مسج فورمات، شكل الداتا اللي هيتفهم منها ان ده HTTP ريكوست وعايز ايه بالظبط. فده مثال لو انا داخل على موقع كلاود نيتيف بيس كامب، فهيبقى ده شكل الريكوست اللي هيتعمل من ورايا. البراوزر بيعمل لي الريكوست ده، انا ممكن اخد الريكوست ده از تكست وابعته عن طريق حاجه معينه وهيتبعت فعلا عادي وهيجي لي ريسبونس عادي. وده زي ما قلنا في الابلكيشن لاير. الريكوست جاهز لكن ما ينفعش يتبعت كده، في خطوه لازم تتعمل وهي ريزولف الهوست نيم.
الهوست نيم اللي انا كاتبه ده لازم يتحول لاي بي. الريكوست مش هيطلع من جهازي بالهوست نيم وحد تاني يدور عليه، لا هو مش هيطلع من عندي الا لما يتحط الاي بي بتاع الهوست اللي انا عايز اكلمه. فده بيتم عن طريق حاجه اسمها دي ان اس او دومين نيم سيرفر. وان كان ينفع انا اعمل دي ان اس لوك اب بنفسي، لكن في حالتنا احنا بنستخدم ويب براوزر فانت ما بتعملش الكلام ده، الكلام ده بيتعمل لك. شايف كده في فلو بيحصل دي ان اس ريكيرسور او ريزولفر، ده بيكلم روت نيم سيرفرز، ودي بيتكلم توب ليفل دومين نيم سيرفرز، وبعدين بيكلموا الاثوريتيف نيم سيرفر. دي حاجه بتحصل كده جوه عالم الدي ان اس، سيرفرز بتكلم بعض، سيرفرز في الانترنت بتكلم بعض عشان يجيبوا لي الاي بي بتاع الهوست نيم. ما بتشتري دومين نيم، انت بتشتريه من حد، من شركه، الشركه دي عندها سيرفرز بتسجل فيها بيانات الدومين نيم دي، وعشان بقى تشتغل بالدومين نيم دي فانت بتعمل دي ان اس ريكوردز، بتقول له ان الدومين ده بيشاور على الاي بي ده. كل شركه بتسجل الريكوردز دي عندها في حاجه زي داتابيز، تمام، وبتقدمها عن طريق دي ان اس سيرفر. وفي ليفلز، توب ليفل دومين دي مثلا اللي هو الشركه اللي مسؤوله عن مثلا دوت كوم فقط، فاي دي ان اس بيحاول يريزولف هوست نيم اخره دوت كوم بيبعته ليه توب ليفل دومين الخاص بيه دوت كوم. وبعدين التوب ليفل دومين نيم سيرفر ده بياخد بقى الهوست ويشوف مين الشركه اللي بايعه الدومين ده، ويروح باعت لها الهوست نيم ويستنى يترد عليه بالاي بي، ويرجع الكلام ده كله للجهاز بتاعك. الكلام ده برضو بيحصل في الابليكيشن لاير. وكقاعده عامه كده اثناء هذا الدرس في حاجات كتير بتحصل في اللاير الواحد، لكن احنا مش هينفع نجيب سيرتها كلها، احنا بنجيب الامثله الواضحه اللي تهمنا. الخطوه اللي بعد كده، بما ان ده HTTPS فلازم يبقى انكريبتد، فاللي بيقوم بعمليه الانكريبشن دي بروتوكول مشهور قوي اسمه TLS، لكنه للاسف مشهور باسم SSL. هو بروتوكول قديم لكن كان زمان اسمه SSL، اخر مره طلع بالاسم ده اللي هو SSL كان سنه 96. من 96 للنهارده هو بقى اسمه TLS، لكن لغايه النهارده احنا بنقول عليه SSL. ده بروتوكول اخر غير ال HTTP، لما بيشتغلوا مع بعض انا كده بقيت شغال HTTPS. زي ما انت شايف حتى المسج بقت انكريبتد، وده برضو تخيلي. في بعض الحاجات طبعا مش هتبقى انكريبتد، زي ما انت شايف الهوست بقى اي بي لان خلاص احنا عملنا دي ان اس كويري، والهوست ده ما ينفعش يبقى انكريبتد لان انا لازم اوصله للهوست. ففي السكه كده احنا هنشوف اللي بيحصل في السكه، هتفهم ان هو ما ينفعش الاي بي يكون انكريبتد، لازم يكون سليم. ففي داتا بتبقى انكريبتد وفي داتا لازم تبقى مش انكريبتد، دي وظيفه التي ال اس. طيب التي ال اس ده بيتقال عليه برزنتيشن، ده تبع البرزنتيشن لاير. طيب كلمة برزنتيشن برضو كلمة خادعة، ليها 3000 معنى، استخدمت في أكتر من مجال. الشرح اللي أنا بعمله ده أصلا بيتم على حاجة اسمها برزنتيشن. شكل أي ابلكيشن ساعات بنقول عليه برزنتيشن. برزنتيشن هنا مش مقصود بيه أي حاجة متشافة. البرزنتيشن هنا مقصود بيه الهيئة، هيئة البيانات. البرزنتيشن لاير ده هو المكان اللي بنلعب فيه في هيئة الداتا، وده اللي حصل لل HTTP ريكوست اللي نازل. كان نازل عادي جدا، لما جه لل TLS راح مغير الشكل بتاعه وخلاه انكريبتد، كده غير الهيئة بتاعته. في أمثلة تانية لتغيير البرزنتيشن، حاجة زي مثلا ان انا بحول داتا من جيسون ل XML او العكس، دي برضو بيتقال عليها برزنتيشن. ممكن فلو انا في عندي حاجة بتعمل الكلام ده في النص فدي تبع البرزنتيشن لاير اللي هو اللوجيكال لاير. كده ك HTTP ريكوست بقى جاهز، في 2 لايرز اشتغلوا في تجهيز ال HTTP ريكوست بتاعي. المرحله اللي جايه ان احنا نسال الاوبريتنج سيستم انه يفتح لنا نتورك سوكت. النتورك سوكت دي عايزك تفكر فيها انها دي بدايه الكونكشن الحقيقي. كل اللي فوق ده ما كانش فيه كونكشن، ال HTTP نفسه ما عندوش كونكشنز، هو مش بيعمل كونكشن بنفسه، هو لازم حاجه تانية هي اللي تعمل كونكشن، والحاجه التانية دي اللي هي النتورك سوكت. النتورك سوكت دي تقدر تقول عليها انها اوبجكت بيلم معلومات عن مين عايز يكلم مين، بيكلم مين عن طريق ايه، مين بيكلم مين عن طريق ايه، وايه البورتس المستخدمه في الكونكشن ده. فبتبقى زي داتا كده بيتم الاحتفاظ بيها في الاوبريتنج سيستم عشان اخرج عن طريقها داتا واستلم عن طريقها داتا، تمام. ودي اللي انا بحدد فيها البورت اللي انا عايز اكلمها بتاعه السيرفر، والاوبريتنج سيستم بيديني بورت انا مفتوحه عشان استخدمها في الكونكشن ده، البورت اللي اتخصصت لك دي هي اللي هتستقبل عليها الرد. الحته بتاعه النتورك سوكت دي اسمها سيشن لاير. في برضو بروبرتيز تانية مع السوكت دي بنحدد فيها نوعية البروتوكول اللي هنستخدمه بعد كده. يعني اوكي انا جاي معايا شوية HTTP بس انا هستخدم حاجة بعد السيشن دي، فانا بحدد في السيشن دي نفسها انا هستخدم ايه، لان السوكتس انواع. الكلام ده مش انت اللي بتعمله، وان كان لو انت ديفلوبر بروجرامر فانت ممكن تكتب كود يتعامل دايركت مع السوكتس عادي جدا. انت البراوزر اصلا في كود بيتعامل مع السوكتس، فهو يعني في بروجرامر هو اللي كتبه، يعني عادي جدا. احنا كده اتكلمنا على الثلاثه لايرز الاولانيين دول. في بعض المودلز اللي هي مش OSI، في حاجه اسمها مثلا TCP موديل او TCP لايرز،
بيعتبر الثري لايرز الاولانيين دول هم لاير واحد. ابلكيشن، برزنتيشن، سيشن، دول كلهم اسمهم ابلكيشن اصلا على بعض. دي حاجه ما تخليهاش تلخبطك لو انت بتطلع على مصادر مختلفه. اوكي، ده تقسيمه لوجيكال برضو موجوده، لكن التقسيمه الام هي الاو اس اي لايرز. وزي ما قلت لك ممكن سوفت وير واحد او هارد وير واحد يشتغل في اكتر من لاير مع بعض عادي جدا. طيب تعالى ننزل بقى شويه ونتعامل مع بروتوكول اسمه تي سي بي. ايه اللي بيحصل في التي سي بي؟ اللي بيحصل ان احنا بناخد الداتا بتاعت الاتش تي تي بي ونحط عليها حاجه اسمها تي سي بي هيدر. التي سي بي هيدر ده شويه داتا، طبعا هي كل الداتا في الاخر بتبقى باينري داتا، والتي سي بي نفسه هو باينري، هو مش زي الاتش تي تي بي. الاتش تي تي بي كان عندي مثلا ايه، كي وفاليو او بروبرتي والفاليو بتاعها، هوست يساوي كذا. في البروتوكول اللي زي التي سي بي بيتقال عليه باينري بروتوكول. زي ما انت شايف تقسيمه الجدول دي، اول داتا فيه مثلا اسمها سورس بورت، والداتا اللي جنبها اسمها ديستنيشن بورت. لما باجي اعمل التي سي بي هيدر انا ما بكتبش اسم البروبرتي دي فيه، ده انا بحط الفاليو على طول. كل الفكره ان احنا مقسمين، اول بايت هيبقى البورت بتاعه السورس، تاني بايت البورت بتاعه الديستنيشن. فاحنا حافظين الاماكن وطولها، طول كل مكان مثلا وليكن بايت 2 بايت ايا كان حسب السبيسيفيكيشن بتاعه البروتوكول، وبيبقى المكان ده محجوز ليه بروبرتي معينه. لازم ارجع للريفرنس عشان افهم المكان ده بتاع ايه. بعكس الاتش تي تي بي، اتش تي تي بي هو تكست بيزد بروتوكول، يعني اكتب اسم الهيدر والفاليو بتاعته واكتبهم باي ترتيب مش مهم. لما بنيجي نفسر الرساله بندور على الهيدر والفاليو بتاعته بالاسم. الباينري بيزد بروتوكولز بندور على المكان ده المفروض يبقى بتاع البورت بتاعه الديستنيشن، ما تحطش فيه حاجه تانية. لو مش مظبوط، لو محطوط فيه حاجه تانية مش مفهومه، خلاص دي كده ايه، داتا بايظه مش نافعه. فهي اجزاء زي ما انت شايف متقسمه بالشكل ده. في حاجه اسمها سيكونس نمبر، لان الداتا بتتقسم لاجزاء. يعني الاتش تي تي بي داتا دي كلها ممكن تتقسم على كذا مره، ما تتبعتش مره واحده، ممكن تبقى كبيره فيضطر التي سي بي يقسمها. وهنا ده اول بروتوكول بيقسم الداتا. البروتوكولز اللي قبل كده ما كانتش ليها علاقه بالتقسيم خالص، ده اول واحد بيبدا ان هو عايز يشوف بقى ايه هيقسم الداتا دي عشان يبعتها للنتورك ازاي. فبيدي كل قسم حاجه اسمها سيكونس نمبر عشان يضمن وصول الداتا بالترتيب بتاعها. دي برضو من ضمن مواصفات التي سي بي از بروتوكول. احنا بنقسم الداتا لاجزاء كتير جدا كتير جدا فوق ما تتخيل، فعشان يضمن تجميعها في الجهاز التاني بشكل سليم لازم موضوع السيكونس نمبر. في حاجه اسمها اكنولجمنت از فكره عموما، ان لما بيبعت جزء من الداتا دي ما بيعتبرهاش وصلت الا لما السيرفر يرد عليه برساله فيها اكنولجمنت. اوكي انا استقبلت السيكونس ده تمام. لو ما اتبعتش فهو بيحاول يبعتها تاني لغايه لما يترد عليه، او في عدد ترايز معين كده وبعدين بيفيل وبيقول خلاص انا مش عارف اوصل الرساله دي. في ديتيلز كتير في كل بروتوكول زي ما قلت لك، مش هننزل لكل الديتيلز. تمام. في شويه داتا تانية بيتحطوا على ال HTTP داتا دي. انا شغال في اللاير اللي اسمه ترانسبورت من اسمه هو النقل، انا هبدا انقل. وده فعلا اول بروتوكول خاص بقى بالنقل، انا هاخد الداتا وانقلها بقى احركها، اللي فوق ما كانوش بيحركوا حاجه. طيب وزي ما قلنا احنا ممكن الداتا تتقسم، فلما تيجي تتقسم هيبقى في اكتر من مسج طالعه من التي سي بي. الاتش تي تي بي طالع منه ريكوست واحد، لكن التي سي بي ممكن يقسمه ل2 3 ل10 على حسب، وبعتهم ورا بعض سيكونس 1 سيكونس 2 وهكذا. وفوق كده البورتس مثلا، ده مثال البورت اللي انا ببعت لها في السيرفر هي 443. البورت اللي السوكت اديتها لي اللي هي في السيشن كانت الرقم العجيب ده مثلا ده افتراضي. وهنا برضو نفس البورتس ونفس كل حاجه مع اختلاف السيكونس نمبر. طيب دي معلومه مهمه تعرفها، ان الدنيا بتتقسم لان ساعات بيحصل حاجه اسمها باكيت لوس، اللي هي جزء من الداتا ما وصلش او وصل بايظ. ساعات ممكن يبوظ لاسباب كتير قوي. لما يعني انت لما تشوف الصوره الكامله اللي بتحصل عشان الداتا تتنقل هتقول اصلا يعني سبحان الله ازاي بتوصل. ف فكون انها بتبوظ ده طبيعي جدا. يعني في معلومه كمان ان الماكس سايز اوف التي سي بي سيجمنت الواحده هو 64 كيلو بايت، لكن الديفولت بيبقى 4 كيلو بايت. في قرارات بتتاخد في البروتوكولز دي بناء على بعض الانبوتس بتؤدي الى الحجم المناسب للسيجمنتس اللي هتتبعت، ومش دايما بيبقى حجم واحد، ممكن الحجم بيتغير بطريقه مستمره. ممكن تي سي بي ياخد قرار انه يبعت سيكونس في الثانيه في الثالثه من غير ما يستنى الاكنولجمنت بتاعت الاولانيه، بس هو هيقف مثلا عند 4، يعني استنى يبعت 4 ويستنى الاكنولجمنت ال4 دول. ده على حسب التواصل بينه وبين الكلاينت كان عامل ازاي، الدنيا سريعه كويسه فبيبدا يديله طب خد 3 4 كمان مع بعض،
ورد عليهم مره واحده بدل ما استناك وهكذا. فده بيفرق برضو في سرعه ارسال الداتا. طيب دي كده الحته بتاعه الترانسبورت لاير. طبعا انا بشرح لك اشهر حاجه فيه او مثال مش اكتر. اللاير كل لاير فيه حاجات تانية كتير غير اللي احنا بنتكلم فيها دي فقط. افكرك تاني، احنا واخدين مثال انا بحاول افتح ويب سايت. البروتوكول اللي بعده اللي بيستلم من التي سي بي اللي هو الاي بي. الاي بي بروتوكول برضو بياخد الداتا اللي جايه له من التي سي بي، طبعا هي خلاص بقت اتش تي تي بي داتا وعليها التي سي بي هيدر، ويحط عليها اي بي هيدر. الاي بي هيدر برضو هو باينري، بيبقى اماكن معينه متفق عليها، المكان ده فيه كذا، ده الفيرجن، ده مش عارف ايه، ده تايب اوف سيرفيس، ده نوع البروتوكول اللي بيكلمني. ما هو الاي بي ده بيتعامل مع اكتر من بروتوكول فوقيه، في اكتر من بروتوكول بيحتاجوه. فهو هنا بيحدد البروتوكول مين اللي مكلمني دلوقتي في المسج دي، مين اللي مكلمني. فده التي سي بي، التي سي بي رقم معين. كل البروتوكولز دي ليها ارقام متفق عليها معروفه بتستخدم، ستاندردز بتستخدم. فلما يكتب هنا مثلا رقم معين بيعبر عن التي سي بي، خلاص يبقى عارف الرساله دي المفروض اللي يستقبلها تي سي بي بروتوكول مش بروتوكول تاني. السورس اي بي ادرس والديستنيشن ادرس. التي سي بي كان محطوط بورت بس، كانش فيه الاي بي ولا الكلام ده. هنا بقى احنا بنحدد انا رايح لانهي اي بي، اللي هو طبعا بتاع الهوست اللي انا عملت له ريزولف، والاي بي بتاع الحالي اللي انا شغال بيه دلوقتي، وشويه اوبشنز وبادنج ده بيبقى مسافه فاضيه مثلا كده ماشي. دي بتتحط على شويه الداتا اللي فاتها. حلو قوي. الاي بي ده شغال في انهي لاير؟ ده شغال في حاجه اسمها النتورك لاير. وغالبا مش عايز اقول هو شغال لوحده، لان كان في بروتوكولز تانية زمان قبل الاي بي. حتى الاي بي في فتره من الفترات كان يعتبر حاجه جديده والناس القديمه كان دايما يقولوا لنا احنا ما كناش عارفين هيكمل ولا لا اصلا الاي بي ده. بس النهارده تقريبا هو يعني هو اي بي، يعني لو في حاجه تانية هتبقى استثناء جدا يعني. فدي اللاير بتاع النتورك. اللاير بتاع النتورك هو الاي بي بروتوكول، اللي هو اسمه انترنت بروتوكول اصلا. طيب الخطوه اللي بعد كده، الداتا اللي طالعه من الاي بي دي بتروح لبروتوكول تاني اسمه ايثرنت. ده برضو على سبيل المثال، وانا كاتب لك اسم البروتوكول الخاص بالايثرنت لان الايثرنت مليان بروتوكولز كتير. مفيش حاجه اسمها ايثرنت فقط، ايثرنت ده تحتيه بلاوي كتير، تحتيه كيبلز وتحتيه سوكيتس وتحتيه ستاندردز كتير قوي، من ضمنها حاجه خاصه بالداتا نفسها قبل ما تطلع بقى من عندي. والحاجه دي ان هو بيحط حاجه اسمها ايثرنت هيدر وتحتيها حاجه اسمها ايثرنت فوتر. الهيدر بتاع الايثرنت بسيط، في حاجه اسمها بري امبل، دي 56 بت عباره عن 0 و1 بالتبادل. هم ليهم استخدام مهم، وان كان يبدو بالنسبه لك ان هي شويه داتا كتير على الفاضي. 56 بت، انا اصلا الداتا الوحيده اللي كانت خارجه من عندي اليو ار ال بتاع الموقع، انتوا خدتوه حطيتوه في اتش تي تي بي ريكويست قد كده 6 7 سطور ولا 10 سطور ولا ما اعرفش كام سطر، وبعدين حطيته عليه مش عارف تي سي بي هيدر واي بي هيدر، ودلوقتي كمان الموضوع عمال يزيد بشكل بالنسبه لك مش طبيعي. ويا سلام بقى لو الكلام ده متقسم لاكتر من جزء، يعني هي مش حته واحده بس اللي خارجه، لا ده احنا هنخرج 2 3 من دي. المهم البري امبل دي ليها هدف، ليها هدف في احد اللايرز اللي بعد كده بيحتاجها عشان يقدر يعمل سينكرونايزيشن ان دي بدايه الداتا بتاعتي. وبعد كده عندي حاجه اسمها ديستنيشن ماك وسورس ماك والايثر تايب او سايز. الماك ده حاجه معروفه في كل جهاز اسمه ماك ادرس. الماك ادرس ده فيزيكال ادرس. الاي بي مش فيزيكال ادرس، الاي بي بيبقى لوجيكال ادرس. الجهاز اللي انا شغال عليه دلوقتي ده ممكن ندخل اغير الاي بي بتاعه، لكن الماك ادرس هو المفروض ما بيتغيرش. كون ان في ناس ممكن تحتال على النتورك وتحط ماك ادرس افتراضي باساليب معينه، فده استثناء. الطبيعي ان الجهاز بتاعك هيفضل فيه الماك ادرس بتاعه ده ما بيتغيرش، ده كما يقال محروق على الكارت بتاع النتورك. طيب الماك ادرس ده الشركات بتشتريه من معهد اللي هو الاي تريبل اي، ويبقى ليهم ايدنتيفاير في بدايه الماك ادرس، ده بيبقى معروف الجزء ده بتاع شركه كذا. يعني انت ممكن تاخد يعني بدايه ماك ادرس تعمل سيرش عليه تشوف ده تبع شركه مين. الشركه دي بتاخد البريفكس ده وتبدا تطلع منه سيريال بقى، وتخصص كل رقم لكل نتورك كارد. اي نتورك كارد ايا كان شكله، سواء كان واير او وايرلس، فهو ليه في الاخر ماك ادرس. لو انت عندك جهاز بيقبل كابل وبيقبل واي فاي هيبقى فيه 2 ماك ادرسيز. لو انت عندك راوتر فيه كيبل وفيه واي فاي فهو فيه 2 ماك ادرسيز اتليست. يعني في بعض الراوترز بيبقى ليها مثلا الواي فاي بتاعها بيبقى 2 باندز او سرعتين، فبيبقى كده عندك 3 ماك ادرس في الراوتر الواحد وهكذا. فالايثرنت معني بالفيزيكال ادرس، انا بدور على في الاخر على فيزيكال ادرس، ده اللي لازم اوصل له المسج بتاعتي. احنا كده في اللاير اللي هو التاني اللي هو الداتا لينك. الداتا دي هتخرج من الجهاز بتاعك وعليها الماك ادرس بتاع الراوتر بتاعك، مش الماك ادرس بتاع السيرفر. انت مش هتقدر تعرف الماك ادرس بتاع السيرفر فور سكيورتي ريزونز بقى، لطبيعه النتوركينج اصلا هي اتصممت بهذا الشكل. الماك ادرس بيتعرف في الشبكه الداخليه فقط، ولا الراوتر ولا السويتش ولا المودم بيعمل بروباجيشن للماك ادرس بره النتورك بتاعتك. لو هي النتورك ديزايند ان الماك ادرس ده مش هيطلع براها،
انا هعرف منين الماك ادرس بتاع السيرفر اللي انا عايز اكلمه؟ دي مش مسؤوليتك ولا مسؤوليه النتورك الحاليه بتاعتك، دي مسؤوليه الانترنت. لكن اللي الجهاز بتاعك محتاج يعرفه دلوقتي هو الماك ادرس بتاع الراوتر، عشان الجهاز دلوقتي عايز يبدا يبعت الداتا، فاول واجهه ليه هي الراوتر بتاعك اللي هي عندك دايما اسمها جيت واي. لو جيت فتحت الكونفيجريشنز بتاعه النتورك بتاعتك هتلاقي في حاجه اسمها جيت واي، ده الاي بي بتاع الراوتر غالبا، الا لو انت عامل اي شقلباظات يعني، بس في العادي ان ده الاي بي بتاع الراوتر. وده بيتعرف عن طريق بروتوكول تاني اسمه ARP Address Resolution Protocol، وده بيبقى ليه مسج برضو مخصوص، بس هنا ما اتحطتش على المسج بتاعتي، دي مسج مستقله. البروتوكول ده برضو باينري، بيبقى ليه فورمات معين، الهاردوير تايب، بروتوكول تايب، هاردوير مش عارف ادرس لينس اوبريشن. طيب ده مثال للمسج بتاعت ARP، بيبقى فيها معلومات عن السندر والريسيفر. طيب السندر هنا ده الاي بي بتاعي انا بتاع الجهاز بتاعي، وده الماك ادرس بتاع الاي بي بتاعي، وده الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعي، وانا عارف الاي بي فقط، التارجت اللي انا بدور عليه، لكن ما اعرفش الادرس الفيزيكال ادرس بتاعه، فبتكتب بالشكل ده. تمام. وبيبقى ليها الاوبريشن اللي هي ريكوست، انا بعمل ريكوست، انا بدور. طيب الريكوست ده بيمشي ازاي؟ الريكوست ده بيطلع من الجهاز بتاعك يروح للراوتر، وانا عارف انك بتدور اصلا على الراوتر، بس معلش استحملهم، دي بروتوكولز ماشيه بطرق معينه، لازم تمشي بالاصول. الراوتر بياخد المسج دي بيبعتها لكل الاجهزه اللي موجوده في النتورك الداخليه. الراوتر نفسه ليه اي بي وليه ماك ادرس، وكل حد هنا ليه اي بي وليه ماك ادرس. الراوتر هيبعت، الاجهزه دي مش هترد عليه، لان كل جهاز هيستقبل الرساله هيلاقي انها ما تخصوش، مش هيرد عليها. الراوتر هو اللي هيرد، وهيرد بالماك ادرس بتاعه هو نفسه. لو انا عايز الماك ادرس بتاع جهاز تاني، انا بكلم جهاز اصلا معايا انترنال في الشبكه جوه، فمثلا بكلم 102، 102 لما يشوف الرساله انها تخصه هيرد بالماك ادرس بتاعه، يبعته الراوتر، والراوتر يروح مرجعه للجهاز بتاعي. هنا ولا جهاز من دول، فهو الراوتر نفسه المعني بتلك المسج، فهيرد عليا بحاجه اسمها ARP ريبلاي. هو مسج برضو، بس الاوبريشنز اللي فيها بتبقى ريبلاي. الريبلاي بيبقى بالشكل ده. الدنيا اتعكست شويه، لانه دلوقتي السندر هو الراوتر مش انا، فبقى فوق، وهنا بقى في ماك ادرس بتاع الراوتر جالي. في الحاله دي انا هكمل كونستراكشن للايثرنت فريم دي بالفيزيكال ادرس. كده الفريم دي كملت، كده هي شغاله بالبروتوكول السليم، انها عايزه ماك ادرس معلش اكلمه، فده اول ماك ادرس هنكلمه. قبل ما نكمل بقيه الرحله عايز اوضح شويه مفاهيم، وهي اسامي الداتا في كل مرحله. الداتا بتاعتي دي الاتش تي بي داتا، لما حطينا عليها تي سي بي هيدر بقى اسمها تي سي بي سيجمنت. لما التي سي بي خدها وقسمها لحاجات اسمها سيجمنت، حتى لو ما قسمهاش، حتى لو هي في الاخر هتطلع 1 سيجمنت، بس هي اسمها سيجمنت. طيب الاي بي لما خد الداتا دي ده اسمها باكيت. وبعدين الايثرنت بيقسم الدنيا دي لحاجه اسمها فريم، ايثرنت فريم. دي الاسامي الفورمال. احنا كل حاجه بنقول عليها باكيت كتوفير للوقت، بس ده مش فورمال، ده مش كلام سليم. كلام سليم ان تقسيمه الداتا تبقى واضح منها البروتوكول. لما اقول لك السيجمنت دي فيها مشكله، تبقى عارف كده باي ديفولت ان انا بتكلم على التي سي بي، وتبقى عارف ان انا كده بتكلم على الترانسبورت لاير. تمام. ده برضو شكل تاني بيوضح الداتا لما كانت لوحدها كده بنقول عليها داتا تشانك، حته داتا، وبعدين بدات تضاف عليها حاجات، بدات تاخد اسامي مختلفه، اسامي فورمال. نكمل كلامنا على الداتا لينك. الداتا لينك فيه شويه فانكشنز زي ما انت شايف كده. في حاجه اسمها داتا فلو كنترول، هي تنظيم تدفق الداتا في الوسط اللي هيشيل الداتا. الموضوع فيه ليه عامل زي اشاره المرور كده، لازم ليه تنظيم، فالتنظيم ده بيتم في الجزء بتاع الداتا لينك. في حاجه زي الايرور كنترول، لا تتخيل كميه الايرورز اللي ممكن تحصل في نظام متشابك معقد زي ده. اصلا كون ان احنا وصلنا لمرحله ان الداتا بتوصل لنا سليمه، دي في حد ذاتها غريبه. طبعا ده مجهود علماء ومراكز بحثيه لسنين طويله جدا بيطوروا في البروتوكولز دي عشان تشتغل مع بعض صح. فالايرور كنترول ده جزء لا يعني مهم جدا في بتهيألي في اي بروتوكول، مش في حتى مش في الداتا لينك بس. الماك ادرس برضو دي من ضمن الوظائف زي ما انت شفت كده، هو الفيزيكال ادرسنج دي مسؤوليه الداتا لينك، او هو بيشتغل على الفيزيكال ادرسنج. السباننج تري بروتوكولز والشورتست باس بريدجنج، الحاجات دي الشباب الديفلوبرز اللي درسوا الجوريزمز، درسوا حاجه اسمها جرافس، درسوا الكلام ده بيتم ازاي. فالكلام ده تطبيق قوي جدا هو في المنطقه دي. السباننج تري عشان احدد لما اجي امشي في النتورك امشي ما تهش، ما اقعدش الف، ابقى ماشي عارف ان انا ماشي في سكه جديده. الشورتست باس عشان ابقى عارف ان انا ماشي اصلا في اقصر سكه، في كذا سكه ممكن يودوني للديستنيشن بتاعي، فانا بطبق الجوريزمز معينه تعرفني اقصر سكه. بروتوكولز عندي حاجه اللي احنا بنتكلم فيها الايثرنت فريم اللي احنا عاملين نوصفها دي، لكن دي مش الفريم الوحيده. في الواي فاي ليها فريم معينه، التريبل بي دي ليها فريمز معينه، في برضو الداتا لو ماشيه في فايبر كيبل فبرضو ليها فريمز معينه. الماك ادرس زي ما قلنا هو جزئين، جزء خاص بالشركه المصنعه
بتشتريه من الاي تريبل اي، وجزء تاني ده اللي هو زي السيريال نمبر كده لكل جهاز بقى. تمام، احنا ما زلنا في الداتا لينك لاير وما زلنا مع الايثرنت فريم. الايثرنت فريم في الاخر هتطلع بشكل باينري، كل الداتا اللي اترصت والهيدرز وكل الكلام ده كله بيتجهز في شكل باينري استعدادا لارساله عبر الوسط اللي هينقله. الوسط اللي هينقله ده بقى اللي هو مرحله اللي بعد كده، وهو الفيزيكال لاير. اللاير ده المين فانكشن بتاعته ان احنا نبعت الداتا في الوسط الفيزيائي. الفيزيائي ده اللي هو ممكن يكون كيبل زي ما قلنا، او ممكن يكون ترددات في الجو، زي اهو دي الامثله: الكوبر كيبل والاوبتيكال كيبل والراديو ويف. دي كلها امثله على الفيزيكال. طبعا عندي شويه كيبلز بانواعها، وعندي كمان سبيسيفيكيشنز هنا للكيبلز دي. في برضو الايثرنت ميديا تايبس اللي هي التطبيق بتاعها الكات 5 والكات 6 وما شابه. دي مش كيبلز معموله بشكل عشوائي، دي معموله وفقا لمواصفات. كل الدنيا دي لازم تبقى ستاندرد مع بعض عشان الاوتبوت بتاع كل حاجه يبقى الانبوت بتاع حاجه تانية، الدنيا تبقى ماشيه سليم. حاجه كمان بتحصل في اللاير ده وهي اللاين كود. اللاين كود ده زي ما انت شايف هو باترن اوف فولتج، بيريبريزنت الديجيتال داتا. مش هصلحها، هي مكتوبه غلط، دي بس هي داتا. الباترن ده اللي هو السيجنال بتاعه الكهرباء اللي ماشيه في الكيبل. طيب السيجنال او السيجنال بروسيسنج ده موضوع وعلم في ناس بتعيش حياتها فيه. الداتا الديجيتال اللي عندي دي هبعتها في انهي شكل بالظبط؟ يعني الويف الكهرباء اللي ماشيه، الفولتج اللي بيعلى وبينزل ده، هبعتها ازاي بالظبط فنقدر ان احنا نفسرها صح في الطرف الثاني. الطرف الثاني لما يجي يستقبلها يقدر يحول الاشاره دي، يعكسها فعلا، يرجعها لاصلها اللي هو الديجيتال داتا. زي ما انت شايف دول 10 طرق لتمثيل الداتا في الكابل. الداتا بتمشي ازاي في الكابل. دول عينتين منهم، انا مش عايز اتكلم في تفاصيلهم قوي لان هم تفاصيلهم كتير، تفاصيلهم شيقه جدا يعني، بس هم تفاصيلهم كتير. في حاجه اسمها كلوك اللي هي تيك توك تيك توك تيك توك، حاجه زي باترن كده يعرفني انا فين البدايه والنهايه، فين ببدا فين وبنتهي فين، السايكل تبدا فين وتنتهي فين. يفترض ان الاجهزه كلها تبقى سينكد، يعني كلنا نبقى فاهمين ابدا منين وانتهي فين. الكلام ده مش دايما حقيقي. ممكن يكون انا عشان ابدا افسر الاشاره اكون دخلت في نص كلوك سايكل مش في اولها بالظبط. عشان كده ظهر لاين كودز كتير قوي بتشتغل بطرق ملهاش علاقه بالكلوك على قد ما ليها علاقه بالباترن نفسه، تقدر تستنتج منه انت في اول الاشاره ولا في نصها ولا فين بالظبط. طيب الداتا جهزت خلاص ومشيت في الكيبل وخارجه على الانترنت. الرحله اللي الداتا بتاعتنا بتمشي فيها في الانترنت رحله عايزه كلام كتير. بتخش على الراوترز بقى، الجلوبال راوترز اللي موجوده من اول الانترنت سيرفيس بروفايدر نفسه بيستلم مني انا الريكوست بتاعي، ويبدا يشوف بقى ايه هيبعت لانهي راوتر جنبه، وانهي راوتر هيبعت لانهي راوتر، لغايه لما دول تكلم بعض. الداتا بتاعتك دي دول بتكلم بعض على ما يشوفوا الداتا بتاعتك دي رايحه فين اصلا. كل راوتر بيبص على حاجه معينه في الفريم اللي جايه له، بيقدر يفهم منها هيمشي النكست ستيب بتاعته فين، حاجه اسمها هوب او هوبنج، لغايه لما الداتا توصل للطرف الثاني. طيب نرجع للصوره دي اللي كانت شفناها في الاول. لما توصل للطرف الثاني هتبدا تمشي في اللايرز بتاعتنا، لكن بالعكس. فيزيكال لاير، البروتوكول الخاص باللاين كود هيبدا يفسر الاشاره اللي جايه ويحولها لايثرنت فريم. الايثرنت فريم يبدا يفسر الفريم دي ويفتحها، والدنيا تمشي بالعكس كده لغايه لما الويب سيرفر يستلم ال HTTP ريكوست ويشوف انت بتطلب ايه، فيجهز لك الفايل ال HTML ويبعته، ويروح نازل اللاير دي كلها وماشي في الانترنت ويرجع لك تاني. رحله عجيبه جدا، وكل ما تعرف تفاصيل اكتر كل ما هتستعجب اكتر ازاي كم الداتا اللي في الدنيا ده ماشي بيعدي جنب بعض وكده، وفي الاخر بيتكون ويرجع لنا الداتا بتاعتنا اللي احنا عايزينها. فعلا حاجه عايزه فيلم وثائقي لوحدها يعني. طيب انا عارف ان احنا اتكلمنا كتير، ومع اننا قلنا احنا هنسكراتش السيرفيس بس مش داخلين في تفاصيل كتير، لكن ده كده الحد الادنى اللي انت محتاج تعرفه كواحد هيشتغل في مجال السوفت وير. طيب حلو قوي. الكلمتين اللي جايين دول بقى مهمين جدا. مين مطالب يكمل لغايه فين؟ لو انت سوفت وير ديفلوبر فانت مطالب تعرف اكتر عن الابلكيشن لاير اللي بيحصل في البروتوكولز الخاصه بالابلكيشن لاير دي تخصك، والبرزنتيشن لاير شويه البروتوكولز المهمه اللي فيه، وشويه عن السيشن لاير. يعني يفضل ان انت تعرف اكتر عن السوكت والاوبريتنج سيستم بيديها لك ازاي. برضه في حاجات من اللي انت هتتعلمها دي مجرد معلومات تشوفها زي الريدنج ليست كده او واتش ليست، لكن اللي انت محتاج تذاكره اكتر حاجه ال HTTP كبروتوكول بالكامل. يعني بص قفله. طالما انت سوفت وير ديفلوبر بتشتغل اكيد بتشتغل في ابلكيشن في نتورك في الموضوع، فانت ال HTTP بروتوكول بالكامل لازم تكون عارف لغايه موضوع السيشن، والباقي بقى اختياري. واختياري في يعني التي سي بي تعرف عنه من فوق بس شويه كده وخلاص، والباقي المفروض انه ما يخصكش الا لو انت بتعمل حاجه متخصصه. لو انت ديف اوبس لا، انت هتنزل للتي سي بي تتعرف عليه اكتر،
والاي بي كمان. وممكن الجزء بتاع الاتش تي تي بي ما تعرفوش بالقوه اللي هيعرفها الديفلوبر، لا برضو تبقى شويه تفاصيل زياده، مجرد معرفه مش مذاكره. انت هتذاكر التي سي بي وتتعرف على الاتش تي تي بي ده لو انت ديف اوبس. لو انت حد بتاع نتوركينج فانت شغلك كله في اللاير اللي هو من اول الفيزيكال لغايه الترانسبورت، من لاير 1 للاير 4. ده شغل النتوركينج كله هنا. يعني ناس بتوع النتورك مش معنيين قوي بالجزء بتاع الابلكيشن ولا البرزنتيشن ولا الكلام ده، ما يخصهمش، هم شغالين في اللايرز الاربعه الاولانيين بس. كده احنا معانا زي ما تقول كده ايه نوليدج تخلينا لما نتكلم مع بعض نبقى فاهمين. لما تيجي تقرا حاجه بتقول لك انا بتشتغل في اللاير 3 تبقى فاهم مقصود ايه بلاير 3، لما يقول لك لا دي لاير 7 تبقى فاهم مقصود ايه باللاير 7. بس كده.